توكلنا على الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله علينا العظيم. يا مساء الفل ومساء الورد ومساء السعاده ومساء كل حاجه حلوه على احلى متابعين وعلى احلى اخوات وعلى اهل وعلى احلى ناس واهل. يا صباح الرضا عليكم حبايب قلبي. طبعا احنا رايحين فين النهارده كده ولابسه يا علا كده واخده يزن. قول لهم يزونه. شوفوا يزونه واخده يزونه واخده محمد حسام ورايحين فين؟ رايحين طبعا كتاب عند الحبايب. رايحه فين في كتاب؟ هنروح عند خالتي لبنى وهنروح عند خالتي حلميه وهنروح عند ام ساجد. لقيت ام ساجد طبعا في الشقه في البيت عند ابوها هروح لها. لقيتها في الشقه، انتوا عارفين احنا ما بنروحش عند بيت العيله فمش هروح هناك، فلقيتها موجوده عند بيت ابوها. طبعا هروح عايل على ساجد وعايل على ام ساجد ونروح عند خالتي حلميه ونروح عند خالتي لبنى ونشوف مين اللي هنلاقيه موجود في البيت. يا ما نروحش النهارده نلاقيهم مش موجودين ونعمل جوله في التامه. ويلا بينا حبايب قلبي معانا خطيب. حبايب قلبي احنا رحنا عند خالتي لبنى لانها بتفرش شقه عروسه، ربنا يصلحها لها يا رب ويرزقها برزق ولادها اللهم امين. ومعايا زياد. ازيك يا زياد؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. العيد عامل معاكم ايه؟ الحمد لله. كان في عيد كده ولا زي حالاتنا ما كانش في عيد؟ كنت نايم. احنا كنا زيك يا زياد، ما كانش عندنا عيد. وطبعا زياد النهارده ايه حب يفرح مين؟ محمد ويزن، وراح يفك لهم المرجحه وهيمرجحوا. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده شوفوا يزن ابني خايف ومحمد ابني ايه الكبير بتاعي بيتمرجح اهو. ايه يا زون؟ اصلا تعرف ازاي؟ حاسب اخوك يا محمد. شوفي يا حبايب قلبي طبعا دي المرجحه بتاعت خالتي لبنى، عندهم مرجحه في الشارع. فزياد الله يصلح حاله طبعا قال لي لازم انا امرجح مين؟ محمد ويزن قبل ما تمشوا. فهنمرجحهم وهنروح فين؟ هنروح طبعا عند ساره. انا عملت الفيديو التاني مع خالتي حلميه وهنعمل الفيديو ده طبعا كنت اصوره مع خالتي لبنى ومع ساره. فاروح لقيت ساره موجوده في البيت طبعا هنعيد عليها ونطمن عليها ونشوفها ونعيد عليها، وان عرفنا نصور هنصور. وخالتي لبنى زي ما انتم عارفين لقيتها في شقه عروسه فما لقيتهاش موجوده. يلا يا حبايب قلبي نروح مع بعض عند ساره ونشوف بقيه الفيديو بتاعنا هنكمله ازاي. احنا جينا فين؟ جينا عند مساجد نعيد عليها وجينا عند سجوده ربنا يبارك فيه. هتقول لهم ايه الوقت ما اتكلموا بس كل سنه وانتم طيبين. لا عايز ده احنا معانا رجاله يا ولاد. الولد سجوده راجل اهو. قول لهم يلا هتيجي معايا فين؟ انا عارفه عند مين؟ عند عمته مين؟ حنان. طبعا يا حبايب قلبي احنا جايين نعيد عليهم بس بقى هم عندهم ظروف فساره يعني مش هناخده النهارده، بس ان شاء الله يا ساره توعدنا ان هو هيجي يقعد معانا يومين في البيت عندنا هناك باذن الله نفسحه ونخرجه. طبعا ما دي ابن الغالي زي ما قلت لكم حسام مش خالي بس، حسام ده اخويا في الرضاعه وطبعا ابنه هو ابني وساره اختي برضو. ربنا يا رب يفك اسره يا رب اللهم امين. يسمعنا سمع خير عنك يا حسام يا ابن سعديه ويطمنا عليك عشان خاطر الواد ده هو بس. طبعا كلنا ندعي له عشان خاطر يعني كفايه لهفه ساجد عليه. فكلكم حبايب قلبي تدعوا لمين؟ تدعوا لحسام ان ربنا يطمنا عليه ويفك اسره يا رب ويطلعه سالم غانم ويوقف ولاد الحلال اللي يبقى في قلبه رحمه يقف جنب حسام كده ويخرجه عشان خاطر مش هقول لكم عشان خاطر نفسه لا عشان خاطر سجوده طبعا، لان طبعا ساجد قلقان على ابوه وكنت بتمنى ان انا اخده النهارده معايا بس ام ساجد بقت في ظروف وكده وهو تعبان شويه فقالت لي ان شاء الله اما يشد حيله باذن الله هنيجي ناخده يا ساره باذن الله. يقعد معانا يومين طبعا ابنك يجي اي وقت، بس انت عارفه انا قلت لك على الظروف اللي عنده. ان شاء الله ما يخف كده تبقي تيجي تاخديه. طبعا يا حبيبي يا ساجد ايه سجود هتقول سجوده راجل اي واد يا سجود. هتيجي تلعب مع مين عندنا؟ مع مين؟ نسيت ما تحش ايدك. الثلاثه. طب قول لي مين عدهم؟ عرف المتابعين ان انت عارف ولادنا. الولد اللي جوه ده هو الولد اللي جوه ده اسمه ايه؟ ملوش اسم. يزن. طب وده؟ ومحمد. والثانيه؟ حبيب قلبي. هو بحب والله والله العظيم والرنات بتحبه ومحمد زعلان. حتى ايام ما كنا بره على طول لما تعملوا بس يقول لي خليها توريني الرنات عايزه اشوفها. حبيبتي تشوف الرنات هي بس عشان ظروف وشها وكده فكانت تقول لي لا مش بتبقى محروجه يعني. ربنا معاكي يا بنتي. فهي بتحب ساجد وهي عارفاه لانك هي عارفاه بتقول نروح عند ساجد وعند ساره وعند الجماعه هناك اجي معاك قلت لها الجو حر عليك هاخد محمد ويزن. ربنا يشفيها يا رب ويعافيها هي وكل اللي زيها يا رب. يا رب يا بنتي. لا لسه شويه لسه حبه قد كده اهو. ما هو عشان اللي بيطلع يلعب في الشارع دلوقتي جزاته. هنعمل ايه بقى؟
ندعي ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب وترجع زي الاول واحسن. يا رب يا بنتي طمني. فيا حبايب قلبي بالله عليكم دعوه من قلبكم كده صافيه، يمكن لعل وعسى يعني دعوه 40 غريب بتستجاب، يعني حد يكون كده قريب لربنا ان ربنا يتقبل منه. بيطلع حسام يا رب بالسلامه ويطمن ساجد وامه ساجد ويطمن كلنا عليه ويطمن اخواته، لان بصراحه العيد من غير ابو ساجد مش عيد بصراحه والله العظيم. وكفايه طبعا دخلتنا عليه وحزن ساجد على ابوه، وطبعا ام ساجد برضو زعلانه. ربنا يا رب يفك ضيقتهم ويفك كربه، وساعه ما اطلع من هنا الاقيهم بيزغرطوا يقولوا ايه حسام خرج بالسلامه. دي تبقى الفرحه، لا عيد بقى ولا غير، دي الفرحه الكبيره بتاعتنا ودي الفرحه المشتاقه بصراحه. طلوعه دي الفرحه بقى بتاعت العيد وفرحه لنا كلنا يا رب ان هو يطلع كده بالسلامه ويجعل كده حد حنين هناك في المكان اللي هو فيه، يبقى حنين وفي قلبه رحمه له ويخرج لنا سالم غانم ويشفيه ويطلعه من المحنه دي على خير. تعرفين هو صحته تعبانه وله ظروفه والواحد قلقان عليه بسبب الظروف اللي هو فيها، الظروف الصحيه. فربنا معاك يا حبيبي ويسمعنا عنك سمع خير. انت فعلا زي ما قلت لك انت السند والظهر يا حسام. والله كان بيعز اخواته كلهم وعمره انا بحبه يعني بصراحه، ما كانش يعني زي ما انا كنت قايله في بس امبارح وفي الفيديو تعجب لنا محدش- ساره عشان الناس تشوف. ما كانش بيطيق كلمه، يعني يسمع كلمه وحشه عن حد من اهله ولا على اخواته. وبصراحه ربنا معاه يا رب ويطمنا عليه ويفك كربه، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا طبعا مش يطمنا عليه. اخواته وطبعا اكيد يعني ما هو لازم طبعا الدم عمره ما يبقى ميه، فعلا. عمره ما يتحمل فعلا كلمه والله. وحشه. اللي يتحمل كلمه وحشه على اخوه ولا كده ما عمره يعني ما بقاش فيه دم ما بينهم. لا والله العظيم بصراحه العيله كلها حزنانه عليه جدا جدا، لانه فعلا حسام طيب ومحترم وراجل، ويعني زي ما قلت لكم هو السند والظهر. هو واقف معايا في محنتي طبعا ايام المشاكل، وانا بدعي له من قلبي ان ربنا يفك كربه، وبتمنى لو اطول ان انا اروح له والله العظيم انا رايحه له. دي كان جزء قليل جدا طبعا من وقفه حسام مع الواحد. زي ما انا قايله لكم وقف معانا في الشده ووقف معانا في كل شيء، يعني هو راجل بمعنى الكلمه. وطبعا الجماهير كلهم المتابعين كلهم بيحبوا حسام بصراحه، بيحبوا حسام وبيدعوا له، وربنا يصلح حالكم كده. وانا بشكر كل حد دعا لحسام وافتكروا الدعوه، وبشكر متابعينا المحترمين ان انتوا بتدعوا له يعني بقلب يعني بصفاء نيه من قلوبكم. ربنا يفك كربه ومحتاجين وحبايبنا منكم طبعا دعوات يدعوا كتير. له، وهم يعني قايمين باللازم وزياده، ربنا يبارك فيهم. ويعني كمان دعوه يعني مستنيين منكم الزياده، ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم لينا وتفضلوا دايما سند وداعميننا دايما، اللهم امين. وطبعا بحبكم وبدعمكم لنا طبعا هنقف ونكمل على رجلينا، وبحبكم وبدعمكم وبدعاكم لحسام طبعا هيطلع ويكمل. وكل حد طبعا اذى حسام بكلمه او كل واحده اتكلمت على حسام بكلمه ان شاء الله يطلع كده لهم تاني. وهو زي ما قلت لكم وهفضل اقول لكم لاخر يوم لحد حسام ما يطلع، هو سره معايا يا حبايب قلبي، وهو اللي هيطلع يبرئ نفسه وهو اللي هيطلع يتكلم ويقول سبب حبسه ايه. وبقول لكم يا حبايب قلبي ما تسمعوش لاي حد، وسر حسام وياه يعني هو سره معاه. فاحنا يعني بتمنى من الله سبحانه وتعالى ثم انتم تدعوا له وتقفوا جنبنا كده في المحنه ديت لغايه حسام ما يطلع بالسلامه ويطلع سالم غانم لبيته ولابنه دهوت ولمراته ولاهله. لان فعلا بعدك يا حسام صعب جدا علينا، ومهما اقول ومهما اعيد طبعا مش هقدر اوفي الكلام اللي انا نفسي اقوله له. وفرحتنا كبيره طبعا بخروج حسام بالسلامه، وكل سنه وانت طيب يا مساجد وعقبال قلبكم كده يا رب وحسام طالع بالسلامه. والله فرحتين يعني العيد الكبير بقى ان شاء الله نيجي كده نبارك لكم كده بخروج حسام بالسلامه وبلمته في وسطكم وفي وسط حبايبه كبيره طبعا بطلوع حسام، ونيجي نبارك لمساجد وساجد كده بطلوع ابوهم، وان شاء الله عن قريب. شوفوا عايزين نخطف الواد ده يا اولاد، قولوا لي اخطفه ولا اسيبه؟ هتيجي معايا؟ هتيجي معايا؟ ما تبصش لساره، قولي اللي جوه قلبك. تيجي معايا عند عمتك حنان؟ هو نفسه والله، بس انا زمان قايله لك عشان تعب والتحاليل اللي قايله لك عليها هنخلصها له وبعد كده ابقوا خديه ان شاء الله. طبعا يا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله هنسيبه بقى اليومين دول مع ساره، والاسبوع الجاي سجوده ليك مني فسحه ان شاء الله، وهاجي اخدك باذن الله. تكون انت كده مستعد وامك كده تكون بس يا زوز خلصت كل شيء، وادي لهم الاول وشك للكاميرا. تكون ساره خلصت كل شيء واخدك معانا يوم. زوزو يا ماما زوزو. خلاص يا سجوده تعالي ساجد تعالي بص على نفسك. تروح تبص على نفسك. لا عشان الكاميرا تقوم بايظه. تعالى يا ماما. تعالى اقول اما انا هاخدك افسحك واصورك. لا ساجد
وعشان مش عايز اصور الفلاش ولا بتاع إيه؟ التليفون. يا ابني يا ابن الراجل الطيب، تاخدش الواد ده لكم؟ ناخد يزن، كلمني ناخد كده. يزن والله ساكت، عايز أسيب لك حد يلعب يزن؟ معايا. سيب يزن يلعب اسيب معايا. لك يزن ولا يسعان الواد يزن دي. خلاص بقى اعمل لهم يلا حطهم اللايك، عايز شد الدبابين بس يا يزن قول لهم حطوا لايك كده كده يا زونا. طبعا يا حبايب قلبي دي كان الفيديو بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين، جينا نعيد على مساجد وعلى العيله بتاعتنا. بس بقى لقيت خدت لبنى زمان زي ما قلت لكم هناك ان هي بتفرش شقه عروسه، فجينا النهارده كملنا الفيديو مع مين؟ مع ساره ومع مساجد. ويا رب الفيديو الجاي يكون بتروح حسام بالسلامه، وشجعوا مساجد في القناه بتاعتها. طبعا هي محتاجه الدعم ومحتاجه وقفكم جنبها يا حبايب قلبي، ودعوه منكم طبعا من جوه قلوبكم لهم ان ربنا يرزقهم ويرزقها برزق سجود اللهم امين، ويخرج حسام بالسلامه. ولا يزن دي بهدلني يا اولاد ولا ايه؟ وقال لكم استنونا بقى نكمل الفيديو مع ام عبده، ما تروحوش بعيد، وشجعوا سجوده، واستنظروا الفيديو الجاي ان شاء الله يكون ساجد فين؟ عند عمته حنان ان شاء الله كده. يلا يا حبايبي.